نصب على أكبر زعيم مافيا في العالم. بعدها زور الفلوس بنصبه على رجال الأعمال والتجار. يسكت على هيك؟ أكيد لا. ضحك على الناس وباعهم صفقات أسهم مش موجودة أصلا، ومع هيك ما عجبه كمية الفلوس اللي أخذها، فراح على واحد نصب عليه وباعه برج إيفل. نعم، برج إيفل، ومش بس مرة واحدة، مرتين. مرحبا، كيفكم؟ معكم طارق. ما بدي اطول عليكم وتعالوا افهمكم القصه. حابب اعرفكم عن هاي الشخصيه اللي تعتبر اقوى الشخصيات في العالم بموضوع النصب وخفه اليد ومهارتها بهذا الموضوع، واللي عنده القدره انه يتكلم اكثر من 5 لغات، فيكتور لوستيج. قصه هذا الشخص بتبلش من منطقه اسمها بوهيما، او مثل ما هي معروفه بجمهوريه التشيك، من مواليد 4 يناير بسنه 1890. ووالده كان عمده لبلده صغيره اسمها هوستني، وابنه فيكتور من فتره مراهقته اللي كان مبدع باسلوب النصب والاحتيال واسلوب الاقناع بالكلام، اللي تعتبر اموره كانت متواضعه في البدايه. فبيوم من الايام فيكتور ترك دراسته بعمر 19 سنه لحتى يبلش اهميته ونشاطاته بموضوع السياحه والسفر عن طريق السفن المبحره بين اوروبا وامريكا من مرورها بطريق المحيط الاطلسي. واغلب الضحايا كانوا من الاغنياء الموجودين بالدرجه الاولى من هاي الرحله، اللي ما كانوا متوقعين نهائيا من هذا الشخص اللبق والاسلوب الجميل في الكلام انه يكون نصاب. وبنظر فيكتور انه المقابله ضحايا واموال. بس الامور اللي ساعدت فيكتور على انه ينصب على هذول الناس فكره بالتكلم وطريقه التكلم المبهره وذكائه العالي انه كيف يوقع الضحيه بين ايديه. واكيد ما ننسى طبعا شكله الوسيم اللي بوحي للناس انه ثقه وامان. بس اكيد فيكتور مش ناسي انه بين كل عمليه نصب بيختار اسم مستعار بفتره العمليه لحتى ما تنكشف هويته ويقدروا يمسكوه. طبعا غير الاوراق والثبوتيات المزوره على حسب موضوع النصب اللي ممكن يستخدمها صديقنا فيكتور، بين قوسين حسب موضوع النصب. بس بنهاية الحرب العالمية الأولى بهذيك الفترة لغت أمريكا الرحلات السياحية مؤقتا بسبب ظروف الحرب، ففيكتور قرر بعدها أنه يستقر بأمريكا لحد ما يتيح له أمور السفر ويقدر يتصرف ويمشي بموضوع النصب. كان تحت اسم الكونت فيكتور لوستيج، ومعنى كلمة الكونت هو الشخص اللي بيحمل اللقب النبيل. وأكيد فيكتور اسمه ما كان غريب على الحكومة الأمريكية، لأنه أكيد صديق المشاهد اسمه كان معروف أكثر من 40 مدينة بهاي الدولة بسبب عمليات النصب اللي كان يعملها على الناس. بس أكيد فيكتور من ذكائه بعد كل عملية نصب يقدر يهرب ويطلع من هذا الموضوع، واكيد ما يظل وراء اي اثر لحتى تتبع الشرطه. بعد كل عمليات النصب اللي عملها ونجح فيها نجاح مبهر، اللي اخترع حيله انه يضحك على الناس فيها باسم ماكينه نسخ العمله. هاي الماكينه وظيفتها يا جماعه الخير انها تنسخ الاموال. يعني مثلا بتحط $100 بهاي الماكينه بتنسخ $100 ثاني، بتكون هاي النسخه مطابقه حرفيا للاصليه وما بتتميز بانها مزوره. بس الشيء السلبي بهاي الماكينه واللي قدر فيكتور انه يتحكم بالناس بهذا الموضوع انه لما تيجي تحط العمله بهاي الاله بدها 6 ساعات لحد تتم عملية الإنساخ، وبعد ما يتم الإنساخ ب6 ساعات بدها أكثر من 12 ساعة لحتى ترتاح الماكينة وتكون مهيئة مرة ثانية لحتى تنسخ ورقة ثانية. يعني بدك 18 ساعة بين الأولى والثانية. بس بعد ما ينتهي مخزون هاي الآلة من الحبر بتبطل تطبع وبتصير هاي الآلة اكسباير لأنه استخدامها محدود. وأكيد ال 18 ساعة بالنسبة لفيكتور الوقت الكافي له انه يطلع ويهرب من هذا الموضوع. فترة هروبه بال 18 ساعة اللي استغلها قدر انه ينصب وينجح بالعملية الاولى، واللي تعتبر هاي النصبة من الدرجة الاولى. بس كيف فيكتور اقنع الناس انهم يستخدموا هاي الآلة او يشتروها؟ خليني افهمك اكثر. طبعا لما بلش فيكتور يتكلم عن هاي الآلة ويشرح عنها اكيد الناس اللي بتحب الفلوس بلشت تطمع فيها. طبعا فيكتور كان طالب سعر خيالي بهذاك الوقت بهاي الآلة، كان طالب اكثر من $30,000 بهاي الماكينة. طبعا $30,000 بهذاك الوقت يعتبر مبلغ خيالي حاليا. طبعا اكيد الناس الطماعة الموجودة بهاي الرحلة حبت تشتري هاي الآلة وانهم على استعداد يظلوا العمر كله، بس المهم يطبعوا فلوس لحتى يغتنوا. بس فيكتور ذكي وعرف مين يختار من الضحايا لحتى يوقعهم ويتحكم فيه. ففي واحد من الموجودين بهاي الرحلة اشترى هاي الآلة وبلش يطبع، وبالفترة اللي حكيت لكم عنها بال 18 ساعة قدر انه فيكتور يهرب بمبلغ الآلة ويبعد عن هاي الرحلة. واكيد الناس اللي خسرت وجربت بهذا الموضوع ما راح تقدر تروح تشتكي للشرطة او للحكومة. ليش؟ لانهم هم نفسهم كانوا يحاولوا يزوروا هاي الفلوس واشتروا هاي الآلة على بنيان انهم يطبعوا كمية كبيرة من هاي الفلوس. وبتاريخ 1925 فرنسا كانت متدمرة دمار هائل بسبب آثار الحرب العالمية الأولى، مثل ما معروف عند فيكتور انه تربتها صالحة جدا لمواضيع النصب. مشان هيك اتوجه فيكتور دايركت لفرنسا لحتى ينصب على الناس الموجودين هناك، تحديدا بالعاصمة باريس، واللي عمل هناك اكبر
أكبر نصبة بالتاريخ وسجلها التاريخ لليوم هذا. بيوم من الأيام كان فيكتور موجود بالفندق اللي بيقيم فيه، والأمور اللي بيحبه يوميا إنه بيقرأ الصحف أو الجرائد اليومية، فالتفت بنظره لمقالة شو مكتوب فيها اللي بتتكلم عن باريس والوضع الاقتصادي المدمر اللي صار فيها بسبب خروجها من أزمة الحرب. ومن موضوع الكلام كان موجود جملة بإصلاح برج إيفل، لأنه بوقتها كان قابل للسقوط، وإنه التكاليف اللي محتاجها هذا البرج لحتى يرجع زي أول غالية كثير، إنه حاليا الدولة ما بتقدر ترمم هذا البرج. طبعا برج إيفل بهذاك الوقت ما كان له أي اهتمام مثل اليوم هذا، يعني كان فقط شكل هندسي موجود بس. فأجت على بال فيكتور خطته المجنونة اللي بتطلب هاي الخطة قلب قوي وثقة بالنفس عالية كثير، طبعا أكيد مع أسلوب الإقناع القوي لحتى يتم هذا الموضوع. وأكيد يا صاحبي ما تاكل هم، لأنه كل هاي الصفات موجودة بصديقنا فيكتور، واللي قرر بوقتها إنه يبيع برج إيفل. مثل ما سمعت صديقي المشاهد، بيع برج إيفل خلال شهر، واللي دعاهم فيكتور لاجتماع سري. والله ودعاهم فيكتور للفندق اللي كان مستأجره لحتى يطرح عليهم موضوع البرج وصفقة البيع. والدليل اللي خلى التجار يصدقوا هذا الرجل انه كان فيكتور منتحل شخصية رجل حكومي، ومعاه اوراق وثبوتيات بتبين انه هذا الشخص موثوق من الحكومة الفرنسية اللي بنتحل شخصية نائب المدير العام للوزارة. هون بلش فيكتور ياخذ راحته ويتكلم بطلاقة بموضوع الصفقة، بس بالبداية فيكتور ما جاب لهم موضوع البيع، بلش معهم بموضوع اصلاح برج إيفل. حكى لهم ان الحكومة وكلته لحتى يتصرفوا بموضوع هذا البرج وبيعه على شكل خردة. وفيكتور على قد ما هو ذكي بلش يراقب وجوه التجار لحتى يشوف انه مين فيهم بيتأثر بكلامه. عشان ما يشكوا بفيكتور بالنصب قرر انه ياخذهم جولة بالسيارة حتى يعاينوا هذا البرج، ويخبرهم بطريقة غير مباشرة انه اذا حبيت هاي البرج موجود وانا ورجيتك اياه. بس شو كان ببال فيكتور؟ انه يزرع جواتهم شوي من الحماس. بعد ما خلص فيكتور بموضوع الجولة بلش يطرح عليهم انه شو الصفقات اللي عندكم وايش عروضكم بموضوع البيع، وشو عروضكم اللي راح تقدموا لي اياها، وعلى اساسها راح يتم الاختيار. وهون فيكتور كان عارف مسبقا انه مين التاجر اللي راح يشتري هذا البرج، بس فيكتور قرر انه يستمع للنهاية ويشوف ويسمع منهم اكثر حتى يبين الموضوع انه جدي ورسمي. وبنهاية الجلسة واحد من هذول التجار يعتبر الاضعف بينهم، وفكر هذا التاجر بينه وبين نفسه انه لو اشترى هذا البرج راح اخذ شهرة ما لا نهاية، وراح اقدر احصل فلوس اللي طول عمري حلمت فيها بين هذول التجار المنافسين. والضحية كانت هذا الشخص اللي اسمه أندريه بويسون. حاليا فيكتور انبهر وانبسط كثير لما شاف انه الضحية بين ايديه، بس كان خايف من زوجة التاجر انها تلعب بعقله وتخليه يبطل من شراء هذا البرج. بس اسلوب فيكتور المبهر وطريقته بالكلام للمقابله اللي بتعطيه الثقه خبر التاجر انه الارباح اللي قاعد بتجيبها من وراء المعادن ما بتكفيك حياتك اليوميه. بلش يقنعه بشراء البرج وانه رح يجيب لك مبلغ محترم ويعيشك وتكون مشهور بين التجار. وهون التاجر طمع بالشهره والربح اللي رح تكفيه طول عمره، وما بيعرف انه هذا الموضوع رح يقلب على راسه ويكون النصب الكبير. وبعد ما اقتنع التاجر بموضوع الصفقه قرب عليه فيكتور وحكى له انا بقدر اساعدك بموضوع الصفقه وراح اخليك تكسب هذا الموضوع وتاخذ هذا البرج. كيف؟ خبروا فيكتور انه تعطيني رشوه قيمتها 10,000 دولار لحتى اسعى لك اكثر واقنع الحكومه انك انت التاجر المناسب لشراء هذا البرج. طبعا التاجر لما حكى له فيكتور هذا الموضوع بلش يقتنع اكثر مع انه متردد، بس قال لك بعطيه هاي الرشوه وراح اخذ هذا البرج اللي كنت طول عمري احلم فيه. والله وراح هذا التاجر وجاب 10,000 دولار قدمهم لفيكتور كرشوه. فخبروا فيكتور انه بوقت الشراء راح اجي عليك قبلها بيوم لحتى نتفق وتوقع على موضوع الصفقه. رجع عليه بعد يومين فيكتور وحكى له انه الصفقه بدها لسه يومين لحتى تتم وانك تكون صاحب هذا البرج. وهون بتكون تمت المهمه بنجاح، وفيكتور كان نصب نصبه ما إلها مثيل بباريس. وما ننسى فيكتور انه بس اخذ فلوس الصفقه، اخذ معها الرشوه اللي بقيمه 10,000 دولار. ال10,000 بهذاك الوقت بوقتنا حاليا بتعدوا $1,000,000. وهرب فيكتور بعدها واخذ قطار وسافر لمدينه اسمها فيينا، ومثل ما بيحكوا شمع الخيط وهرب. وبعدها بفتره عرف أندريه التاجر انه فيكتور نصب عليه، بس ما بيقدر انه يروح ويشتكي، لانه اكيد هذا التاجر لو راح واشتكى راح يوقع بمشكله اكبر، انه راح يخسر سمعته ومنصبه بين التجار وتبطل الناس تيجي عليه وتشتري منه المعادن. فانجبر هذا التاجر انه يسكت تضل هاي الخساره بينه وبين مرته، واكيد بيكون تعلم درس طول عمره ما راح ينسى. وبعدها بفتره كويسه اتاكد فيكتور انه الموضوع ما انتشر على الصحافه والاعلام، وانه باريس ما عملت الضجه لحتى تدور عليه، وانه فيكتور يسكت ويعيش بالمبلغ اللي اخذه. طبعا لا. وقرر فيكتور بخلال شهر انه يرجع ويعيد نفس السيناريو وينصب على
واحد تاني بموضوع البرج وبنفس الطريقة بالتفصيل. تخيل لوين؟ هاي الخطوة كانت جريئة جدا من فيكتور، بس هاي المرة الضحية الثانية اللي اشترى هذا البرج قرر انه يروح ويخبر الشرطة انه معه ثبوتيات وعقود بتبين صحة هاي النصبة، بس للأسف الشر خسر كل اشي وما قدر يشتكي على فيكتور. وهون كالعادة فيكتور راح وهرب. تخيل صديقي المشاهد انه فيكتور خلال شهر باع برج ايفل مرتين، كسب منها آلاف الدولارات، وبكل مرة ينصب فيها على الناس تزيد الثقة عنده أكثر. فتجرأ هاي المرة ويروح ينصب على مين؟ على أكبر زعيم مافيا بأمريكا كلها، آل كابوني، أو المعروف بلقب سكارفيس. يعتبر هذا الرجل رجل أعمال وعضو العصابة الأمريكية، أنه يعرض عليه صفقة استثمارية قيمتها $50,000 لحتى يعرض عليه صفقة سندات مزورة. اتفق آل كابوني مع فيكتور وقدم له المبلغ كامل $50,000، وانه الموضوع بده شوية وقت. بعدها بشهرين فيكتور حس باللوم وانه تورط مع شخصية عنيفة وما راح ترحمه ابدا لو عرف انه الموضوع فيه نصب. فرجع فيكتور لزعيم المافيا وخبره انه الخطة فشلت وانه الصفقة ما راح تتم، ورجع له $50,000. وآل كابوني تفاجأ من هذا الشخص وانعجب منه انه رجع له الفلوس وكان صادق معه. وزعيم المافيا من كثر ما استلطف هذا الشخص قدم له $5,000 كمكافأة لصدقه وائتمانه. طبعا بالحقيقة عرف فيكتور انه الموضوع اللي دخل فيه كان راح يوديه بداهية، وتهوره بموضوع النصب على هذا الشخص المخيف أشبه باللعب بالنار، واكيد النتيجة راح تكون خسرانة 100%. فمشان هيك فيكتور قدر انه يلحق حاله ينسحب ويطلع برا هذا الموضوع. واستمرت مواضيع النصب مع فيكتور لأيام وليالي ولمدة شهور طويلة، حتى قدرت الحكومة انها تمسكه بتاريخ 10 مايو سنة 1935. كان بوقتها معه الفلوس وكانت مزورة، يلي حبسته الحكومة لفترة قصيرة لحتى يتم عليه الحكم. وطبعا فيكتور لأول مرة قدر انه يطلع ويهرب من هذا السجن. كان صانع حبل قوي من حرامات التخت اللي بينام عليه، وقدر يهرب من شباك الغرفة اللي قاعد فيها، وبلش ينزل الطوابق الأخيرة من المبنى لحتى يوصل للشارع الرئيسي. هون الناس لما شافت شخص انه بينزل من حيط هذا المبنى، مثل فيكتور انه شخص عامل نظافة يلي بلش يمسح القزاز وشبابيك هذا المبنى لحد ما وصل الشارع الرئيسي ويهرب. ومع هروبه اللي ما دام لأكثر من 18 يوم قدرت الحكومة انها تمسكه للمرة الثانية وانحكم بالسجن لمدة 20 سنة. واكيد ما كان اي سجن، اللي انحكم بسجن يعتبر هذا السجن من اقوى واخطر السجون حول العالم. وانه هذا اليوم راح يكون اخر يوم لفيكتور وهاي اخر صفحات حياته. وبتاريخ 1947 واللي قررت الحكومة انه تحبسه بالسجن اللي اسمه سجن الكارتاز او سجن الصخرة. والمعروف بهذا السجن انه منفصل تماما عن المدينة وموجود على جزيرة لحاله، واللي عليه هذا السجن رقابة قوية وحراسة مشددة. وللأسف هون كانت المحطة الأخيرة لفيكتور لوستيك، ولحد 11/3 من نفس السنة اللي بلشت تصير عند فيكتور مضاعفات والتهابات حادة على الرئة. وللأسف فيكتور ما تحمل نتيجة هذا المرض، واللي توفى بعد 10 أيام من نتيجة اكتشافهم لهذا المرض. وهون فيكتور لوستيك اتصنف ليكون أكبر وأشهر نصاب بتاريخ الأرض. وهيك يكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقة الغامضة، واتمنى منكم الدعم باللايك والشير والاشتراك بهاي القناة. بنشوفكم بفيديوهات الجاي إن شاء الله بحلقات مميزة وحلوة أكثر، وبتمنى محبتكم لهذا الفيديو. بنشوفكم بفيديو جديد. سلام.